لو بيعايروكي بخدودك الهابطة وبيقولولك دايما وشك تعبان كده ليه، النهاردة خليكي تعملي وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها موجودة في كل بيت وبأقل التكاليف، تخلي كل اللي يشوفك يستغرب ويقولك جابت فلوس الفيلر منين. تابعيني لاخر الفيديو عشان نعرف مع بعض التريكات ونعرف ازاي نهتم ببشرتنا. لو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي ما تنسيش وانت بتتفرجي على الفيديو بتاعنا اضغط على زر الاشتراك، دعم منك لقناتنا عشان تكبر بيكم ومعاكم، واضغط على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا الاقتصادية البسيطة اللي على قد الايد، واعملوا لايك وشير كتير يا بنات عشان فيديوهاتنا توصل لناس كتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ اول وصفة ماسك اللبان الذكر. وطبعا كلنا عارفين ان ماسك اللبان الذكر بيعزز الكولاجين في البشرة وبيشيل التصبغات وبيوحد لون البشرة وبيرطبها وبيشدها. زي ما انتوا شايفين كده جبت معلقة لبان ذكر وجبت كوباية مية وسبتها منقوعة لمدة 24 ساعة. تاني يوم زي ما انتوا شايفين كده حسيت بقى ان شايفين لون المية بقى لونها عامل ازاي. 24 ساعة يعني من بالليل تسيبيه منقوع في كوباية مية معلقة كبيرة. تاني يوم هنجيب بقى الكنكة بتاعتك اي حاجة تستخدميها على النار. هبدأ اصفي لبان الذكر بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. انا هاخد المية بتاعته بس مش اكتر، ما زودتهاش مية ولا اي حاجة، يدوب عيار المية اللي انا حطاه بالليل صفيته بالمصفى زي ما انتوا شايفين كده. وشغلت البوتاجاز بتاعي على نار هادية، مش عايزة مية لبان الذكر تسخن معايا قبل ما احط معلقة نشا زي ما انتوا شفتوا كده، معلقة نشا ذرة. معلقة النشا دي هحطها وهحط معاها برضو معلقة دقيق رز. ولو انت ما عندكيش دقيق الرز زي ما انتوا شايفين كده دي معلقة دقيق الرز. لو ما عندكيش دقيق الرز مفيش مشكلة، مش مهم تحطيه. انا بقولك على الحلول والبدائل. انا بحب دقيق الرز ده، انا بحب استخدمه في الماسكات بتاعتي بصراحة، بيخلي بشرتي زي ما انتوا شايفينها كده جميل جدا وبيفتح البشرة وبيشيل اي بقع بنية فيها. فانتوا ممكن تعملي كده بدقيق الرز وممكن لا. انا هنا شايفين القوام بدأ اقلب باستمرار لحد ما تحس ان القوام بتاعك بدأ يتقل اهو. شايفين القوام بتاعي تقل ازاي؟ ابدأ ان انا اطفي النار. على فكرة انت تحسي بقى ان قوامه تقل كده معاكي، ولما تسيبيه يبرد خالص هنجيب علبة او برطمان. الماسك ده انا بحفظه في التلاجة من 10 ل 15 يوم. يوم بعد يوم اطلعه ادهن بيه بشرتي، اسيبه لما ينشف وبعدين اغسلها. تمام، جميل جدا جدا بصراحة. الماسك ده رهيب يا بنات، كأنك عاملة فيلر وبوتكس حلو قوي للبشرة. ماسك لبان الذكر ده مهم جدا ومفيد ليكي وللبشرة. واي مكان عايزة توزعيه على الرقبة، عايزة توزعيه على بشرتك زي ما انت عايزة. انا هنا بقى جبت علبة وبدأت نزلت بالسائل بتاع الماسك بتاعي عشان اسيبه يبرد خالص ويرتاح. كل ما هتسيبيه يبرد كل ما هتحس ان القوام بتاعه تقل معاكي وتحس ان القوام بقى كريمي كده. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. انا بوريهولكم برضو. هجيب فرشة الماسك بتاعتي. تمام اهو شايفين قوام تقل ازاي، ما عادش سائل خالص، وكل ما بتسيبيه كل ما يتقل معاكي. شايفين؟ هجيب هوزع الماسك بتاع لبان الذكر على ايدي اهو عشان اوريهولكم. جميل جدا، بيفتح اي مكان انت فيه تصبغات، بيفتح البشرة، بيعزز الكولاجين في البشرة. جميل جدا، بيشيل التصبغات، بيرطبها وبيشد البشرة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ايديا بقى لونها شايفين عامل ازاي اهي قدامكم
حلو قوي قوي. احنا بنسيبه برضو 20 دقيقة بس على ايدك او على بشرتك، بتسيبيه 20 دقيقة وتبدأي برضو ان انت تفركيه بايدك بطريقة دائرية، وبعدين تغسلي وشك بمية فترة وتدهني اي مرطب. جميل جدا. شايفين ايدي اللي انا حطيت عليها الماسك؟ وشايفين ايدي التانية؟ ايدي التانية شايفين شكلها مختلف خالص، وايدي اللي انا حطيت عليها الماسك شايفين الفرق؟ في فرق جامد بين ايدي دي بصراحة والله. انا بوريلكم بين ايدي دي وايدي دي. هجيب برطمان وابدا احفظه فيها، وغطي البرطمان وحطيه في باب التلاجة وسيبيه بقى اسبوع واتنين ويقعد معاكي مش بيبوظ خالص. وصفته جميلة جدا. شايفين مفيش تجاعيد، مفيش وشي مش مكرمش فوق الحواجب، مفيش زي ما نقول ايه وشنا مكرمش كده وتعبان وبهتان. تحس ان بشرتك جميلة جدا. هيعجبك الماسك ده صدقيني، ماسك حلو قوي. تنسيش تكتبولي في الكومنتات عايزين ماسكات تانية ايه. هعمل لكم وصفات عن الماسكات الفترة اللي جاية. طبعا احنا داخلين بقى على العيد وعندنا مناسبات وخروجات كتير، فمحتاجين نعمل الحاجات دي وبأسعار مش مكلفة خالص، تقدري تعمليها في البيت. جميلة جدا. شايفين بشرتي؟ انا بوريكم ان مفيش خطوط فيها، مفيش اي حاجة، علشان انا بستخدم الماسكات اللي انا بعملها دي. وان شاء الله الفترة اللي جاية هعمل لكم ماسكات كتير ومزيلات عرق جميلة جدا. تابعوني، متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير للقناة بتاعتي يا بنات. ويا رب اكون فدتكم النهاردة بالماسكات بتاعتي.